حكايتهم حكاية. حكايتهم حكاية. عبد الوهاب خليل، عايدة الشريف، رؤية أحمد، بالاشتراك مع فاروق يوسف. الموسيقى عبد المنعم البارودي. التأليف كامل محمود كامل. الإخراج محمد مشعل. لو اعرف بس سليم اتأخر ليه، دي حاجة تفلق. الواحد اتخنق من القعدة المهببة دي. وانا بقى مش منقول من هنا الا لما تفتحوا ياخد الايجار المتاخر. يا بالسلامه انتوا بقى ونجيب غيركم. الله. هي ايه تكيه وسيه؟ افتحوا احسن لكم. خبر الراجل هيكسر الباب من الخبط. اما افتحوا امري لله. ايوه يا حاج. سيادتك بقى مش سامع الخبط ده كله ولا كالعاده ودن من طين وودن من عجين؟ اصل يعني هو اللي يا عالم حسوا بقى على دمكم. اهلا يا حاج درويش، صاحب البيت ونورت البيت ونجفت البيت. انت مشرف ومآنس ومنور. ايوه خد في شغل ال3 ورقات بتوعك دول. لا يا حلو، ده ما بقاش ينفع عندي لا نجفه ولا كلام. أيوة بس يا 6 اشهر المكسورين يا تعملوا حسابكم بقى على 6 اشهر في اقرب مستشفى. بالهداوه بس يا حاج درويش، ده احنا جيران برضه يا اخي، والجار للجار. وانتوا خليتوا فيها جيره برضو. يا عالم حسوا على دمكم بقى. هي الحيطان اللي متوياكم دي مش ليها اجره؟ طبعا ليها اجره بتدفع كل شهر. طب يا فالح زمانك يا ابو العريف، لما انتوا عارفين كده مبلطين في الخط ليه؟ ابدا والله يا حاج، لا مبلطين ولا حاجه، هو في الواقع شويه ظروف صعبه بس. يا عالم يا قلالات المفهوميه، يا قلالات الاحساس، حطوا في عينكم حصوه ملح، حطوا في مناخيركم قلاح الذره، حطوا في جيب الايجار المتاخر. انتوا ايه ما بتاكلوش ما بتشربوش؟ اشمعنى يعني الايجار اللي ما بتدفعوهوش؟ ربنا يعلم باكلنا وشربنا يا حاج، احنا بناكل طقه ونفلسع 5 يا حاج، هنعمل ايه؟ لكن هي مصيرها هتفرج برضه. اصبر علينا شويه يا حاج درويش، ده انت طول عمرك راجل امير وابن اصول. انا عايز اسالك سؤال واقف في زوري. خرجوا يا حاج. يا اخي انتوا مش بتقبضوا اول كل شهر؟ والله لا اوله ولا نصه، خلاص. يعني ايه بتشتغلوا بلوشي؟ انت كده انت هتطير البرج اللي فاضل في لافوخي. الحكايه يا حاج ان انا وسليم صاحبي اتفلسعنا، اترفدنا من الشغل. معلوم. انا برضو بقول مناظركم دي مش بتاعه شغل، تلاقيكم سرقتوا لكم سرقه ولا عملتوا عمله. لا يا حاج ارجوك، انا ما اسمحلكش ابدا. احنا لو كنا زي انت ما بتقول كان زماننا ساكنين في سرايات. لا فالح اخويا انت وصاحبك. الحكايه وما فيها يا حاج صداقه، ارتباط، اخلاص. احنا اصلا كنا بنشتغل مع بعض في ورشه. الحال ده بصاحبها حب يوفر واحد فينا، احنا الاتنين مرضناش، قام وفرنا احنا الاتنين. يا مثبت العقل يا رب، وتقول لي ارتباط اخلاص؟ ده عدم المؤاخذه قله مفهوميه. المهم كل ده كوم والايجار المتاخر كوم لوحده. عندك حق. انا مش بنقول من هنا لو الايجار في جيبي. انا ما بسكنش عندي 2 عواطليه من غير شغل. فشر يا حاج، احنا مش عواطليه. سليم نزل من الصبح بدري يدور على شغل وانا قاعد بألف في الكتاب بتاعي. وانا مال؟ بكره تسمع عن المؤلف المشهور شوقي حسين وتفتخر ان احنا كنا ساكنين عندك. ساعتها بيتك ده هيخلدوا التاريخ، والأوضة دي هتبقى أشهر من الهرم. يا أخي على مهلك شوية، أنا لا عايز تاريخ ولا عايز هرم، أنا عايز الإيجار، يا تتفضلوا من غير مطرود. خلاص الأسبوع الجاي هيوصلك كل الإيجار المتأخر وعليه بوسة كمان. يا سيدي مش عايز المدعوقة دي. لا، اللي أوله شرط آخره نور، الإيجار وفوق البوسة. ها؟
خليك مع الكداب لاخر الباب. معلش بس يكون في علمك، زي النهارده يا الايجار يا انت وصاحبك والكراكيب دي في الشارع، يا انا وانتوا والبوليس. ان شاء الله ان شاء الله، قول يا رب ما تقطعش. الله 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 الله، وده مين تاني؟ انا عارف اليوم ده مش هيفوت على خير. مين؟ افتح يا شوقي، افتح يا شوقي بسرعة يا نسيم، افتح لحسن هتلاقيني نايم منك على السلم. طمني، عملت ايه؟ لقيت شغل؟ شغل ايه؟ ده احنا حظنا يا ابني مقفول بمفتاح وجنزير، والمفتاح رموه في المحيط، مقفلة من كل ناحية. دي منحوسة اوي يا شوقي يا اخويا، استغفر الله العظيم. يعني ايه بقى؟ مقفولة من الاربع جهات، متسددة في وشنا. مقفولة؟ هي مقفولة وبس؟ دي مقفولة زي الدايرة. وانت يا اخويا اللي عليك انك قاعد لي هنا وسط الورق وعمال تألف، بقالك يا اخي 20 سنة بتألف. ما تسيبك يا اخي من حكاية التأليف دي وتشوف لك حاجة تاكل منها عيش. لا ارجوك، اصلك ما تفهمش الا في الزيت والشحم والعربيات. بكرة تسمع عني، بكرة تمشي في الشارع والناس يشاوروا عليك ويقولوا ده صديق شوقي حسين المؤلف الكبير. شاور عليا؟ انا يا ابني نفسي سندوتش هو اللي يشاور عليا. حتة لحمة تعبرني. ايوه. ناس مين وبتاع مين؟ ادي اللي انت فالح فيه وبتفكر فيه، الاكل وبس. ايه؟ ومع ذلك انا برضو اتصرفت، مش قاعد نايم. ازاي؟ اتفضل يا سيدي، قوم. ايه؟ قوم امسح إيه؟ زورك بحتة عجة بيض لكن تستاهل بقك. شوف. حاجة بيض؟ ايوه صحيح، ده عجة بيض بصحيح. حلاوتك يا ابو الشوية من جهة. امال عشان تدعي محسوبك. الله، لكن ما قلتليش جبتها منين دي؟ انت لقيت شغل يد ولا بعت تأليفة من تأليفاتك؟ لا وانت الصادق، لقيت إيه؟ عشة الفراخ اللي في السطوح مفتوحة. إيه؟ والبيض باين منها منور في الضلمة زي الكلوبات. الله. قمت استلفت كام واحدة والجيران اللي بعضيها يا اخي. ايه ده يا شوقي؟ انت عملت ايه؟ ده عيشة الفراخ دي بتاعت الست فردوس مرات صاحب البيت. ما تاكل بقى. ايه عمرك ما استلفت من حد؟ يعني ايه؟ سرقتهم؟ سرقت البيض يا شوقي؟ يعني الاكل اللي بناكله ده مسروق؟ فشر، انا استلفتهم وقلت لها شوف يا حاجة فردوس لما ربنا يفرجها هردهم لك. طب وهي يعني عرفت؟ قصدي وافقت؟ طبعا بدون ولا كلمة. ازاي بقى الكلام ده؟ اصلها ما سمعتنيش. اصلها ما كانتش موجودة وانا بكلمها. انت بتهزر. يا بنت دوري كويس، انكشي هنا ولا هنا، ولا انت ما عندكيش نظر يعني؟ دورت يا ماما في العشه كلها وما لقيتش ولا بيضه. ليه؟ الارض اتشقت وبلعتهم ولا الفراخ حددوا الناس؟ يا بنت بقول لك دوري كويس. بقول لك مفيش يا ماما. لا دي تبقى الحكايه بقى فيها ان البيض انسرق. سامع يا وش المصايب. اكتم النفس، اكتم يا سليم لما تلحقش تهضم الاكله. انا مش منقوله من هنا الا لما اعرف البيض ده راح فين. خلاص بقى يا ماما، يمكن الفراخ كلوه. اسم الله، كلوه؟ ليه كلوه بقشره؟ لا يا روح امك، ده اللي كلوه الجدعان اللي ساكنين هنا، انا عارفه كويس. يا ماما حرام نظلمهم. حرمت عليكي عيشتك، انا هشوف ابوكي يتصرف معاهم. يلا يا بنت انزلي قدامي يلا. انا بقى عايزه اعرف حاجتين اتنين مفيش غيرهم. 3 حاجات يا روح، 4. احنا ورانا ايه؟ مين اللي اخد البيض من العش؟ طب دي حاجه، والتانيه بقى لما اعرف الاولانيه الاول. شوف يا ستي، هو بالنسبه للبيض وانا قاعد سمعت صوت كركبه كده يعني. كركبه ايه؟ اقطع لا دراعي. دراعك ولا مناخيرك. خلاص يا ستي انا اللي خدت البيض، بس على فكره ده على سبيل السلف لغايه لما ربنا يفرجها. عايز تضحك عليا وتقول لي سمعت كركبه؟ ما هي الكركبه دي يا حبيبتي كانت في مصاريني من الجوع يا روح. مفيش فايده، محدش يقدر يغلبك في الكلام ابدا. هو انا حلت لك كلام؟ المهم دي حاجه. الحاجه التانيه بقى؟ الحاجه التانيه هي اللي محيراني يا شوقي.
لحد امتى هنفضل كده طايحين في الهوا؟ قريب قوي يا روحي، قريب قوي ان شاء الله هتفرج. ده انا محضر لكم حته مفاجاه. صحيح؟ مفاجأة ايه بقى؟ ومالك فرحت كده؟ انت بتتلككي ولا ايه؟ المفاجاه يا ستي انك هتلاقيني داخل عليكم كده فجاه. ايوه، وبعدين؟ داخل زي الاسد على امك. وبعدين يا اخي؟ هقول لها يا ست فردوس، يا ام سلوى، خدي دول. دول ايه؟ المهر؟ لا طبعا. الشبكة والدبل؟ لا اكتر. امال ايه يا اخي؟ حيرتني معاك. خد يا ست ام فردوس كيس بيضه اهو بدل اللي خدناه من العشاء. كده برضه يا شوقي؟ هو انت كلامك كله هزار كده؟ طب ما تزعليش يا ستي سلوى، انا صحيح ظروفي ضيقه شويه، لكن انا عندي امل انه قريب جدا ربنا هيفرجها. اتقدم لابوك الحاج درويش وقلبي جامد. ليه بقى؟ انا عشان اطلب ايدك. ليه بقى؟ حلوه ليه بقى دي؟ يعني هطلب ايدك ليه؟ اعمل عليها شرب الكوارع؟ هخطبك يا ستي، نتجوز. صحيح يا شوقي، صحيح. طبعا اذنك بقى. على فين يا روحي؟ نازله لحسن انا قلت لماما هطلع انضف العش واتاخرت قوي. طب ما تخليك شويه كمان. وماما اقول لها ايه؟ قولي لها بنضف العش. ايوه افتح يا سليم بسرعه افتح. ايوه انا جاي اهو. ادخل. ايه جرى ايه يا شوقي؟ انا قلت اتمشى شويه أيوة. والدنيا ليل محدش شايفني، أيوة. بدل القعده طول النهار لما نفسي انكتم. كويس وماله؟ حصل ايه يعني؟ حد شافك؟ ابدا محدش شافني. بس الواد بليا القهوجي قال لي هتحصل غاره دلوقتي. غارة؟ خبر زي بعضه. غارة ازاي يعني؟ خد عندك يا حلو عوضن الجزار وتعبس القهوجي وشحات البقال وكل اللي استقياها اصحاب الديون متجمعين صحبه كده في القهوه وبيتفقوا علينا. طب والحل؟ ده هتبقى غارة كبيرة قوي. ده هتبقى فضيحة بجلاجل يا شوقي. حل ايه؟ ودي فيها حل. حط كل الكراكيب بتاعتنا ورا الباب وعلى المخبأ تحت السرير عدل. يخبطوا بقى يكسروا الباب يهدوا الحيطان، احنا مش هنا. شيل معايا. شيل يلا بسرعة. هات المكتب المخلع ده. حاسب والنبي شيل ما معايا. بقلب في القصه الجديده. يا جدع احنا في ايه ولا في ايه؟ شد معايا. شد هات بس. افتح يا شاوي. ولا كلمة. افتح يا سليم. ما تنطقش. انا اتقتل بقال. افتحوا. ما تنطقش خالص. انا معايا بابس. اهو احنا بابس. صلاتوا على النبي كده. مش منقولين ولا متقطعين من هنا. انا هنكسر الباب. معلوم. احنا هنهدوا على دماغتكم. افتح انت وهو بالاتنين احسن. انا افتح يا شاوي. خليك جاي. ولا لو فتحت نافوخ يا حد. انا خلاص. نفسي هيتقطع. معلش عادة. صبر حلو. بقول لك هيكسر الباب. منطقية لبسونا تهمة. هيروحوا مننا فين؟ ادينا مربطين قدام البيت لما نشوف اخرتنا. يلا بينا على يلا بينا. عاجبك كده؟ شفت يا ابو الافكار؟ عاجبك كده يا فالح؟ ازاي الحال بقى؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني شويه اللي كنت بنزل فيهم الصبحيه القط قرشين منهم هم راحوا علينا، لا هنجيب من هنا ولا من هنا. هنزل انا ازاي بقى؟ ولا يهمك انت بتاكل من الكلام ده. ولا يهمني ازاي؟ هو انا لا اكل خالص؟ هو احنا لاقيين ناكل عيش؟ لما تقول لي اكل من الكلام ده امال هناكل ايه بس؟ كل عقده ولا حلال ايه؟ خلاص يئست بسرعه. ما هو يا شوقي الحال كده مش نافع. انت مش فاضي تفكر وانا غرقان طول النهار زيت وشحم، يا دوبك باللقمه اللي بتستر معدتنا، واديك قاعد لي ولا على بالك. انا مش فاهم اخرة التأليف ده ايه؟ اخرته خلاص فكره جهنميه هتخرجنا من الورطه دي. ازاي يعني؟ الحقني يا ابو الافكار. سيبني شويه، سيبنا اطبخها واسويها واحط لها شويه البهارات واسبكها. والنبي يا شوقي انا مش فايق لك، انت فايق ورايق. بس خلاص لقيتها. هي ايه دي اللي لقيتها؟ الحل. حل ايه؟ الحقني. انت مش عايز الجماعه دول يصبروا علينا؟ ايوه. نتجوز؟ انا سلوى بنت الحاج درويش وانت عواطف بنت شحاته. يا ريت يا اخويا، يا ريت من بقك لباب السما. خلاص ايه بس؟ انت عمال تقول لي خلاص ما تفهمني. لقيت الفكره اللي هتخلصنا. ما تقول لي يا ابو الافكار الجهنميه، ايه الفكره اللي هتخلصنا من الورطه دي؟ يا سلام عليك يا بالشقيه اللي تجيبها وهي في المحيط. ده انا بذمتي ولا شكسبير زمان. اما فكره يا سلو. ايه بس؟ اياك تكون قصه تانية من تأليفك يا بتاع ال3 ورقات، بانك مش حاسس بالورطه اللي احنا فيها دي. صبرك بالله، دي بقى هي القصه الحقيقيه اللي هتخلصنا واللي هترفع محسوبك لفوق قوي. ازاي يعني؟ مش فاهم حاجه. جدك الكبير يا سليم. جدي انا؟
ماله جدي؟ الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. مات. ها؟ الباقيه في حياتك يا سليم بيه، انا زعلت قوي. ضحكتني. انت حصل لك حاجه في مخك يا جدع انت؟ ده انا جدي مات وشبع موت. انت جاي تعزيني بعد 15 سنه؟ لا فيك الخير يا اخ. لا يا سليم، جدك مات امبارح. امبارح بس. جدي مات يا جدع؟ انت هتجنني. بقول لك مات امبارح. الله يرحمك يا جدي سليم، مات في البرازيل. ضحكتني. برازيل ايه يا جدع انت؟ ليه بقى؟ كان رايح البرازيل يشتري بن؟ انا صحيح جدي كان قهواجي، لكن عمره ما اشترى بن الا من المطحن اللي على الناصيه. اصحى معايا يا سليم، امال جدك المليونير مات في البرازيل واندفن هناك. اول مره اعرف ان تراب الغفير لها فرع في البرازيل. لا ومليونير كمان يا اخي. ده يوم ما مات باعوا القهوه عشان يشتروا له كفن. جدك المليونير قاسم بيه العنتبلي مات في البرازيل وساب ثروته تقدر بحوالي 2 مليون جنيه استرليني، ده غير كم مزرعه من البن الاصلي. يسمع من بقك ربنا يا اخي، وعدنا يا رب. ده انا كنت اديك منهم مليون وكم كيس بن تعدل دماغك وانت بتقلب. شوف بقى لما اهل الحته كلهم يسمعوا الحكايه دي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه يعني؟ اوه التكشيره انك تبقى ضحكه مجلجله، والمقابله اللي زي بعضها بقدره قادر تبقى احضان، والكلام اياه يبقى بوس على الخدين، وبدل ما نهرب نقعد سلاطين زماننا. ايوه، واخرتها تبقى الاحضان فتح نافوخ، وبعدين بقى والضحكه المجلجله تبقى صواطير في الدماغ، والترحيب يبقى تشريفه على البرش في ابو زعبل يا حلو. اسكت انت، بلاش اسكت التشاؤم إيه ده يا اخي. اخرتها يكون ربنا فرجها ونلاقي حل. والله يا بالشوق هي برضه فكره جهنميه، بس انا خايف يعني. ما تخافش، خلي كل حاجه على محسوبك، جمد قلبك وخليها على الله. والاشاعه دي بقى تقدر تقول لي يعني كده هندخلها في مخ اهل الحته ازاي؟ خليها دي كمان عليا. انا ليا واحد صاحبي وادي عاجبك قوي، كاتب محامي، انما عقر بصحيح. هتفق معاه وهو اللي هيخلص لنا الشغلانه دي. لا بصراحه انا خايف قوي يا شوقي. حاسس ان افكارك دي هتودينا في داهيه. ولا يهمك، خليها على الله. كفك يا الله يرحمك يا جد سليم. يا خبر زي بعضه. الحق يا شوقي، الحته كلها ملمومه حوالين الواد بتاعك. دلوقتي كلهم عرفوا بالموضوع. هنعمل ايه؟ ده حتى الواد دعبس بيفرق كازوز على الكل. اثبت. المولد ده كله يا حلو هيبقى هنا بعد 5 دقايق بالظبط. استعد دلوقتي. اعمل ايه؟ كل الحته عرفت بحكايه الورث دي. خش بقى على الشغل. شغل ايه وبتاع ايه؟ شوفوا بقى يا جماعه، شوفوا يا جماعه، بقى الحاج درويش الله يستره وافق انه يصبر علينا اسبوع. ارجوك انتوا كمان تصبروا علينا شويه، الديون كلها هتندفع، ما تخافوش. ديون ايه يا شوقي افندي؟ ولا مؤاخذه في دي الكلمه يعني بين الاحبه وبعض برضه يبقى في ديون. يا جدع عيب الكلام اللي بتقوله ده يا شوقي افندي. ده انت وتسليم بيه حبايبنا وولادنا. الله ديون ايه؟ ادي الورقه اللي فيها ديون اهي. اتفضل يا سيدي خليها معاك وقت ما ربنا يفرجها، ولا بلاش خالص. ده الناس لبعضيها يا جماعه. ايه الديون دي؟ الله ايه الديون دي بالعافيه؟ هي خلاص يعني ايه؟ مفيش رحمه في قلوب العالم، مفيش محسوسيه. ديون ايه؟ لا سليم بيه كنتش عندك اي فكر. الديون مدفوعه والصفحه بيضه زي الحليب. ايوه يا جماعه، بس ده كرم زياده خالص، وربنا يا رب يقدرنا على رد جمايلكم. يا سيدي احنا مش في الديون دلوقتي، امال احنا جايين نبشرك بشرة كبيرة قوي. خير يا حاج؟ بقى المرحوم جدك اللي كان مسافر البرازيل من مدة. ايوه جدي قاسم بيه. ماله يا حاج؟ بالعافيه تعيش انت. جدي مات. يا جدي قاسم. وساب لك ولا مؤاخذه ثروه كبيره قوي. ارنبين 2 مليون استرليني. وايه بالعمله الصعبه؟ استنى بس يا سليم يا اخويا لما نعرف الحكايه. بقى الحكايه وما فيها يعني لا مؤاخذه كده ان واحد وكيل محامي كبير قوي كبير قوي جه عندنا القهوه وبشرنا بالبشره ديت. انا بقى من جيبه اديت الحلوان بتاعه وساب الورقه دي فيها عنوان الافوكاتو عشان بالعافيه تسليم بيه يروح يستلم الورث. وريني كده يا معلم. ده كلام صحيح يا سليم. يعني جدي مات يا جماعه. الله يرحمك يا جدي يا الله قاسم. يرحمه. وعشان كده بتفرقوا كازوزه وشربات في القهوه. ده كلام برضه لا 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 وماله جريت سليم بيه اللي مات بقى الله يرحمه والحي بقى من الميت.
فوق بقى للدنيا، فوق فوق العز اللي مستنيك. معلم دعبس عنده حق يا سي سليم افندي، الحي يبقى من الميت برضه، وجدك الله يرحمه الله يرحمه شبع من الدنيا، والدور الباقي بقى عليك انت، اتمتع بقى بحياتك. خلاص بقى يا سليم، شوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. هي عايزه مفهوميه، احنا نسيبك دلوقتي تستريح وبعدين نجيلك كمان شويه بلا قافيه نشوف هنعمل ايه. احنا معاك يا سي سليم افندي، ولا ايه يا جماعه؟ عندك حق برضه يا شحاته، دول ولاد الله طول عمرهم بلا قافيه مننا، والضفر ما يطلعش من اللحم برضه. مساء الخير يا انسه عواطف. مساء الخير. اضايقك لو وقفت معاكي شويه؟ لا، وهتضايقني ليه؟ السطوح لكل السكان. يعني انت مش عايزه تكلميني ولا ايه؟ ارجوك يا سليم، انا طالعه هنا في الهوا علشان متضايقه شويه، ممكن تسيبني في حالي؟ لا بقى، مش ممكن هسيبك قبل ما اعرف متضايقه من ايه. من الدنيا، من الناس، كل الناس. لا 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 عواطف، ما تفقديش الثقه بالدنيا والناس، دي الدنيا حلوه والناس كويسين. انت لسه بتقول كده؟ طبعا، وهفضل طول عمري اقول كده. ايه اللي هيغيرني؟ انا سمعت دلوقتي بابا عم شحاته ماله؟ قالك ايه؟ ما قاليش انا، لكن سمعته بيقول على حكايه الفلوس اللي وانت كمان عرفتي؟ دي الحته كلها عرفت. طب ودي فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ دلوقتي انت معاك فلوس ملايين زي ما بيقولوا، بعد كده يعني هتبص لواحده زيي؟ يخص عليك يا طوفه، انت ازاي تقولي كده؟ انا صحيح واخد الدنيا شغل وطول النهار وسط العربيات والزيت والشحم، وما بعرفش اتكلم كلمتين من اللي بيقولوهم، لكن متهيالي انك حاسه بيا، حاسه باللي عايز اقوله. كنت زمان بحس بيه يا عالم، بقى دلوقتي لا يا طوفه، لا يا طوفه، مش انا. بكره هتفهمي كل حاجه، في حاجات كتير عايز اصارحك بيها، لكن مش دلوقتي يا طوفه. تاكد يا عواطف، ولا ملايين الدنيا كلها، ملايين الدنيا كلها لو كانت معايا مش ممكن تغيرني من ناحيتك. صحيح يا سليم؟ صحيح الا صحيح يا طوفه، صدقيني صدقيني وبكره تعرفي. لا ونورت يا جدعان. وده بلع نعمين يا معلمه يا اجدع معلم. شوف طلبات بارات يا في السريع، هات كام بارات شايل حسابي يا بسرعه. هوا يدوم يا معلم. جهز المطلوب يا جدع. ايه رايك بقى يا سليم بيه؟ انا عندي لك حته دين مشروع، انما ايه، دهب سوبر ماركت على مستوى اخر قبها وعظمه. هنا بقاله، هنا حلويات، هنا فراخ مستورده، هنا ايه حيلك يا شحاته، هو الجدع فاضي يدوش نفسه بالبقاله والحلويات؟ ده بقى يشتري له كام عماره ياخد الردم وهو قاعد رجل على رجل اخر عمر. عمارات ايه وحلويات ايه؟ جرى يا جدع انت، هو في اجدع بلا قافيه من كافيتيريا وكازينو؟ حاجه كده للسواح. وانا مستعد اخش شريك واقفي القهوه ديت ونعمل مكانها كازينو كبير، دي حتتنا هتشغب السواح لا مؤاخذه ومن كل جهه. يا جماعه طب بس مش لما نشوف اجراءات الميراث الاول؟ دي حاجه لسه عايزه وقت وتكاليف يا سولم، ولا نسيت؟ بس المشكله التكاليف والاوراق دي هنتصرف فيهم ازاي؟ دي حاجه عايزه شهور. يعني لو الجماعه صبروا علينا كام شهر يبقى كرم منهم. يا راجل قول كام سنه. يا راجل قول بلاش خالص. الله العمليه بلا قافيه في بيتها يا زعيم. شوف احنا بنقول ايه وهم بيقولوا ايه. طب ادي ورقه الحساب اهي، ودي ايصالات الاجره المتاخره كلها معايا ايه. خد يا سيدي خليهم في جيبك. العمليه واحد لا مؤاخذه. كان على التكاليف ادي 500 جنيه تحت الحساب، ومن انا كمان زيهم. الله لا تعتلوا هم ابدا. امسك الشوق امسك. عداكم العيب يا رجاله، بس. ومني 500 تانيين عشان تبقى مبحبحه شويه. الله ايه ده كله يا جماعه؟ لا استنى يا شوقي، رجع لكل واحد فلوسه ارجوك، اعمل معروف. كلام ايه ده يا سليم افندي؟ ده ولا كاننا اهل حته واحده. الله ما تخليك ابن بلد، امال خلي البساط احمدي لا مؤاخذه اللي معاه يسد. خلاص بقى يا سليم. ايوه يا شوقي، بس انت عارف يعني الحكايه وما فيها، يعني تكتف الناس يعني. طب عليا النعمه الفلوس دي ما ترجع قابل. لا يمكن، ده كلام. ده يبقى فيها حق عرب باب صحيح. الشاي المظبوط المعتبر للبهوات، احلى بهوات في حتتنا.
كفايه يا اخي دوختني وانت رايح جاي زي المروحه كده. اقعد استريح. قال لي انت معاك 1500 لحلوحه عدا ونقدا من الهوا. قلقان؟ تقول لي قلقان ليه؟ قلقان ليه ازاي؟ انت عارف الفلوس دي معناها ايه؟ معناها مساهمه من اهل الحي عشان نخلص موضوع الترك. فيها ايه يا اخي؟ الفلوس قصد الناس لبعضها برضه، هم مش اهل حتتنا برضه؟ جرالك ايه يا شوقي؟ انت صدقت حكايه التركه دي ولا ايه؟ ولا باينك من النوع اللي بيكذب ويصدق نفسه؟ اخرتها ايه الحكايه دي؟ اخرتها خير ان شاء الله. وهيجي منين الخير ده بقى؟ انا بصراحه قلبي كده مش مطمن يا شوقي. ده بصراحه اسمه نصب. لا ابدا، مش نصب ولا حاجه. نصب ليه؟ هو احنا سرقناهم؟ سرقناهم؟ امال عملنا ايه؟ انت معاك 1500 جنيه تفتح بيهم ورشه كبيره، انت بمجهودك وهم براس مالهم. ايوه يا سيدي. وبعد كام شهر أيوة. انت وجدعنتك بقى في الشغل يا حلو. يا اما ردينا لهم فلوسهم وارباحهم، أيوة. يا اما عملت لهم عقود شركه في الورشه ويبقى مشروع ناجح ومفيد خدمتهم بيه. أيوة. يا اما بقى انا وانت في السجن لو انت الصادق في اقرب مستشفى. شوف يا شوقي، ان شاء الله وباذن الله انا هرد الفلوس دي اضعاف مضاعفه باذن الله. انا واثق من كده. يبقى من بكره على الشغل واستعد بقى للخطوه الجهنميه الجايه. خطوه ايه بقى؟ هي لسه فيها خطوات؟ الخطوه الكبيره اللي هتغير حياتنا كلها. والله يا اخي انا مش عارف ليه خايف من خطواتك دي. خطوه ايه تاني يا فالح؟ الضربه الكبيره، الضربه القاضيه الفنيه. ضربه ايه يا سكلاي؟ يا اللي هتودينا في مصيبه وفي داهيه. امسك نفسك كويس، استعد للمفاجاه، خذ نفس عميق. قول بقى ما تحيرنيش. هنتجوز. ايه؟ انت عواطف بنت شحاته وانا سلوى بنت الحاج درويش. بتقول ايه؟ معقول؟ اهلا وسهلا، مشرفين ومأنسين يا جماعه. الله يحفظك يا ابني. ده السطوح أهلاً شرح بيك. كده واحنا متقابلين في الهواء الطلق. اهلا وسهلا. أهلاً الله، بيك. هذا المعلم شحاته وصل يا سلم، يعني الاحبه كلهم متجمعين عند النبي بإذن الكريم. سلام عليكم يا جماعة. ازيك يا حاجة؟ تعيش يا حاج. اهلا ازيك يا عواطف؟ تعالي هنا يا اختي جنبي، تعالي. اهلا يا عواطف. اهلا يا سلو. معقول احنا الاتنين هنا مع سليم وشوقي ومعانا اهالينا؟ شوفي الدنيا. اسكتي لحد يلاحظ. ربنا يتمم بخير. الله، ايه الحكاية؟ ما تضحكونا معاكم. ربنا يبسطهم كمان وكمان. هما البنات كده يتلموا على بعض وما تعرفوش بيقولوا ايه. وهات يا دعم. يعني ما قلتليش يا حاجه فردوس. ايوه يا اخويا. الحاج درويش اتاخر ليه؟ ابدا يا اخويا، اصل المعلم دعبس نده عليه، ما اعرفش ليه. بقول لك يا سلوى، ايه؟ دلوقتي المقابله بقت رسمي، يعني بكره ان شاء الله هيبقى زيتنا في دقيقنا. يعني ايه؟ تعرف يا سلوى، احسن حاجه فيك الاستعباط. بقى مش عارفه زيتنا في دقيقنا يعملوا ايه؟ يعملوا سد الحنك يا اخويا. لا اعملي معروف، بلاش نسد الحنك ده يا اختي. انا ناوي اكلم والدك الحاج درويش. صحيح يا شوقي، صحيح امنيتنا هتتحقق ان شاء الله، ربنا يوفق. ايه يا طوفه؟ ساكته ليه يا طوفه؟ ايه اخرة الكدبة دي يا سليم؟ كدب؟ بقول لك ايه، انا عاهدت نفسي اكون صادق معاكي. مش عايز اي حاجه تهزك، مش عايز اي حاجه تخليكي تفقدي الثقه فيا. بس يا سليم، الحياة اللي تتبني على كدبة. شوفي يا طوفه، الكذب طول عمره خيبه. بصي انا معايا عقود الشركه اهي، كتبناها عند المحامي، ووالدك شريك في المشروع اللي عملناه برضه بفلوسه، وكل واحد شريك بنفس النصيب. عرفت بقى ان الموضوع مش كذب ولا نصب. كان الأحسن برضو إنهم يعرفوا من الأول. لو كنا عرفناهم من الأول ما كانش حد فيهم وافق. انت عارفة ظروفنا كويس، ظروفنا كانت متأزمة يا طوفة. طب وهتقول لهم إمتى؟ هقول لهم إمتى؟ في الوقت المناسب يا طوفة، أوعدك.
حاجة تحير، انا والحاج درويش مش عارفين نعمل ايه. شرطك يا دعبس. الله تعملوا ايه في ايه؟ وده عايزه مشوره؟ اتكلوا على الله. يعني سلوى لشوقي وعاطف لسليم. الحقيقه بقى ولا مؤاخذه، الحب بيلمح في عينيهم، الوفق باين عليهم. يلا بقى خلينا نفرح بيهم. الله الخيرة فيما اختاره الله، ربنا يوفق. عقبال ولادك وعرايس وعرسان الحته، عقبال ولادك يا ابو الدعابيس. العزوزه الساعه يا جبالي على حسابي للحته كلهم. الله يبارك فيكم، يعز مدارك يا دعبس، نخدمك كده ان شاء الله يوم فرح ولادك. يلا بينا يا شحاته نطلع لسليم وشوقي نبلغهم موافقتنا. يا ساتر يا اخي، الواحد مش عارف ماله. الشغل ما يتعبش يا شوقي، قلة الشغل هي اللي متعبة. يا عم انت واخد على كده، انما انا بقى يعني انما انت عايز كوم ورق وتغرق فيه، مش كده؟ فعلا. تعرف انك فكرتيني يا ابو السلم، اقعد اكتب كده اللي حصل النهارده زي كل يوم، بس اغسل ايدي من الزيت المشحم ده. اللي يجاور الحداد يتكوي بناره. المهم بقول لك ايه؟ نعم. ايدك على الاراده يا خفيف. قصدك يعني عايز الفلوس؟ خد يا سيدي. اخبار النهارده ايه؟ تعرف هذا ابو السلم، صحيح انت ايدك تتلف في حرير، انا ما كنتش عارف ان العمليه كده. ايه ده بقى؟ جينا للقر. تعرف لو مشينا على كده ممكن في ظرف كام شهر تاني نبقى ايه دي انت؟ وحد الله وحد الله بقى، وقول الحمد لله وبوس ايدك وش وظهر كده رضا وعال قوي. بس يكون في معلومك ان الفلوس دي مش بتاعتنا لوحدنا. ما انا فاهم يا اخي، قالوا لك عليا نصاب، ما انا كل يوم بطلع حساب الشركاء واحط لكل واحد فلوسه في الظرف بتاعه. طب يلا بقى يا حضرة المدير، وزع علينا الحسبة بتاعتك. شوف يا سيدي، ده نصيب الحاج درويش، هاتوا كده على جنب. وده المعلم شحاتة، ودول المعلم دعبس، وادي دعبس. يبقى الباقي حوالي 11 جنيه. رضا قوي. حلوين. الحمد لله. الحمد لله يا رب. يا رب عوض صبرنا خير وبارك لنا في رزقنا ويجعلك من نصيبة طوفة. ايوه جاي. عندك واحد شاي تقيل وصايه تقيل قوي يا جدع، حطه في هون ونصلحه. مواد جن صحيح. يجاز شطانك يا بيلي. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، ده الحبايب كلها متجمعين عند النبي يا حاج. امين يا رب، صحبه وجماعه باذن الله. ازيك يا معلم دعبس؟ نحمده يا حاج. هات شاي هات لعمك الحاج درويش. ياد اللي بقول ايه يا جماعه؟ خير يا حاج. ما تاخدنيش يعني في دي الكلمه، عندي موضوع عايز اخد رايكم فيه. الله، ما تقول يا حاج، هو في بيننا حد غريب؟ الله ما غريب الا الشيطان، لا مؤاخذه. خير يا حاج درويش، عايز بلا قافيه تقول ايه؟ انا بقول يعني عمليه الورث دي مش طارت حبتين؟ هي حبتين وبس، قول 3 4 حبات. انا كنت بقول كده برضو. ولا يا دعبس ما تتكلم. والله يا شحاته ومين سمعك، بس يعني الواحد يقول ايه زي ما بيقولوا كده اجراءات، اما نشوف اخرتها بقى. كل يوم طالعين نازلين في اجراءات، واحنا بقى بلا قافيه يعني هنقف نتفرج على الاجراءات ديت. اجراءات دي يا اخويا اللي بقالها كام شهر دي، ولا اجراءات الوقف المشاريب الطازه. حط هاد المشاريب وشوف حالك انت. عناية يا معلم. بس ايه اللي في ايدينا بقى نعمله؟ ايه يعني هنقعد ساكتين كده؟ انا شايف اننا نساله. نساله. طب وماله؟ وهو لا مؤاخذه السؤال حرم؟ ده انتوا بقيتوا نسايب يا اخي، يعني بقيتوا اهل. ما بين الاهل وبعضيها فيها ايه يعني؟ فيها كلام اخد ومديه. عداك العيب يا دعبس. يبقى بقى نتفق. هي عايزه اتفاق؟ ناخد بعضينا كده بالصلاه على النبي جماعه، ونعمل زياره للبهوات ونقطع العرق ونسيح دمه، على الاقل نعرف راسنا من رجلينا. قلت ايه يا حاج درويش؟ وانا كمان شايف كده. خلاص يا جماعه، ما دام شايفين كده يبقى نعمل كده على خيرة الله. شوقي اصحى يا شوقي.
قوم يا جدع. جرى يا سليم في ايه؟ هو النهار طلع الساعة 7، يلا قوم. يا عم سيبني انام شويه لسه بدري. هسيبك ايه يا جدع؟ في قوم، في ضيوف بره. ضيوف مين؟ طيرت النوم من عين. الحاج درويش والمعلم شحاتة ومعاهم دعبس. اللهم اجعله خير يا رب. طب بمناسبة ايه بقى الزيارة المبدرة قوي دي؟ انا مش عارف يا شوقي، انا بصراحة قلبي مش مطمن. اجمد ولا يهمك، اوعى تتهز. يلا بينا نقابلهم. سلام قولا من رب الرحيم. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. صباح الخير يا سليم بيه، صباح الخير يا شوقي بيه. اهلا وسهلا. يا الف مرحب بالحبايب. اتفضلوا اتفضلوا. احنا قلنا كده نلحقكم قبل ما تنزلوا نشرب معاكم الشاي. ايه رايكم بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ دي اخر حلاوه. يلا يا سليم براد الشاي وصلحوا. ايوه جاي على عيني يا معلمة. الحق يا دعبس، حاج على صلعتك. البساط احمدي بالعافيه. الله الله الله، بتدور على ايه يا سليم؟ اذا ما كانش فيه شاي اجيب من عندنا تحت. لا 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 ابدا، تعيش يا حاج، خيرك موجود. الشاي موجود والسكر موجود وكل شيء والحمد لله. طب كان ما فيش انا هجيب لكم. ما تاخذوناش يا جماعة، اصلكم ولا مؤاخذة بتنزلوا من صباحية ربنا لاخر النهار. وبتبقوا تعبانين زي ما تكونوا بتشتغلوا في الفاعل، ما بنعرفش نكلمكم لما ترجعوا بالليل. قلنا بقى نلحقكم قبل ما تنزلوا النهارده. خير يا معلم. احنا في الواقع زي ما انتم عارفين بننزل نخلص اجراءات الورث بتاع سليم. ايوه يا سلام، اخر تعب. عشان كده احنا جينا. جيتم؟ ايوه قصدي عشان ايه؟ خير يا حاج، ما تفضلوا الشاي. الحاج قصده ايد لوحدها ما تسقفش، والعملية طالت لا حس ولا خبر. اصلها يعني بقت 4 شهور دلوقتي. هي اجراءات ايه دي اللي انتوا غرقانين فيها دلوقتي؟ ما هو مش بايدينا يا معلم. عشان كده احنا اتفقنا ما نسيبكوش لوحديكم. يمكن يعني كده تحتاجوا حاجة كده ولا كده. يعني ولا مؤاخذة، يعني لا مؤاخذة، عشان يعني لا مؤاخذة نكون معاكم لا مؤاخذة في الصورة برضو. الله، ولا مؤاخذة يعني احنا مش اهل ولا ايه؟ اهل طبعا، اهل واكتر من الاهل. ربنا يديم الود والمحبة يا رب. واحنا بقى كده بينا وبين نفسنا قررنا كده بالصلاة على النبي، واحد فينا ينزل معاكم يلف معاكم كل يوم. وايد على ايد تساعد. والنهارده بقى هنزل انا معاكم. اتصرف بقى يا ابو الافكار، وريني همتك في المطب ده يا فالح. اوعى انت يا لخمة، سيبني عليهم. ايوه يا معلم دعبس. بقول ايه يعني عدم المؤاخذة، يعني عدم المؤاخذة في مانع حد ينزل معاكم النهارده؟ ابدا بالعكس، انا من ناحيتي ما فيش مانع. بس ايه؟ قول يا سي شوقي. معلش يا معلم شحاتة، عن اذنكم لحظة هقول للمعلم دعبس كلمتين على انفراد. اتفضل. على استفراد ليه؟ هو في حد غريب بينا؟ معلش يا معلم شحاتة، خليه على راحته. جرى ايه يا سي شوقي افندي؟ ايه في ايه؟ اسكت بقى يا اخي، ده انتوا خسرتوا السياسة خالص. لا 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 لا، ايه العبارة؟ الله بقى ده اسمه كلام. ايه؟ جايين على الصبح عشان كده برضو. انتوا هتخلوا الراجل يطفش ليه لا سمح الله؟ هو عدم المؤاخذة احنا قلنا حاجة غلط؟ هو انتوا قلتوا حاجة صح. ايه بقى عايزين توروا الراجل انكم مش واثقين فيه؟ ده كلام ده. كل ده عشان واحد فيكم دافع 500 جنيه لا راح ولا جم. فين المعلمة يا اخي؟ ده انت راجل كلك مفهومية برضه. لا 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 صحيح. لا اخص علينا، اخص والف اخص. انا عندي اقول مش اصول برضو من الحكايه ديت. الله، لكن فاتت علينا ازاي ديت؟ المهم بقى تصلح الموضوع. تعرف لو سليم حس بكده ايه؟ هيسيب البلد، هيمشي، هيسافر بره، هيطفش لا لا منكم. لا 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 لا، اعمل معروف الشوق افندي، الا ديت. اتصرف بقى في المطب الوحش ده وكلك مفهومية. لا ولا يهمك، خليها على الله وعليا. بقول ايه يعني لا مؤاخذة يا جماعة، انا لا مؤاخذة يعني كده. عايز حاج درويش وشحاتة في كلمتين. عن اذنك يا سي سليم، لما نشوف الحكاية دي ايه. اتفضل. جرى ايه يا شوقي؟ ها؟ حصل ايه؟ انت قلت له ايه؟ اسكت دلوقتي، اتفرج بقى على افكار محسوبك. ايوه محسوبي.
ما انا عارفك، ما انت ابو الافكار. كده ولا مؤاخذه يا جماعه، احنا بس يعني كان غرضنا نساعد. والدار امان، وعموما احنا في الخدمه، اياتها مساعده احنا موجودين. نستأجز احنا بقى يا سليم افندي. طب الف سلامه مع السلامه. يا ساتر، اعوذ بالله، الواحد كان هيتخنق من المطب المهبب ده. لكن تعالى هنا قول لي يا ابو الشوق. نعم. انت خدت المعلم دعبس على جنبه وقلت له ايه؟ عيب يا سليم، ها؟ ده سر المهنه يا حاج. لا قول. قلت له انك مستعد ترجع لكل واحد فلوسه لو فيها ازمه ثقه، ولو حصل كده هتسيب الحته باللي فيها وتسافر بره. اسافر بره؟ اسافر بره فين؟ انا عارف يا اخي، اي مكان. المهم ان هو خاف تمشي بفلوسك وملايينك ومشروعاتك اللي هيستفيدوا منها كلهم. عشان كده خدهم على جنبه ووشوش. فهمهم الحكايه واعتذروا لك، وكانوا مش عارفين يداروا كسوفهم منك ازاي. بصراحه يا ابو الشوق، افكارك جهنميه. انت ياد مؤلف عظيم، بس حظك هباب. لكن قول لي، اقول لك ايه تاني؟ احنا اتاخرنا على الورشه، قوم بقى خلينا نلحق شغلنا. صبرك بالله، حالا هنزل. بس سؤال اخير كده بقى عشان يرتاح بالي. نعم. انا عايز اعرف ليه اخترت دعبس بالذات واخدته على جنب؟ ما انتش حدق زيي. ليه؟ شوف يا سيدي، شحاته ودرويش بقوا نسايبنا واهلنا بعد جوازنا من بناتهم يعني. وان قعدت ولا مشيت هم مستفيدين 100%. افهموها بقى يا ابن الايه. لا واعي حادق بجد. انت اخترت واحد من اللي هتروح منهم الفرصه. تمام كده يا سولهم، ودعبس بالذات لانه ممكن ياثر عليهم. ده انت مصيبه. ده انت داهيه. عيب يا سليم. يلا بينا. ابو الشقه احدق من الحدائق. سليم. ايوه عايز ايه يا سياده المدير؟ انت قول لي سبتني ورحت فين؟ الله، احنا هنتريق بقى؟ وعلى ايه؟ مش انت المدير هنا بصحيح؟ يا اخي تعال امسك معايا، اسند حاجه اهو، برضو ايدك في الشغل، مش تسيب لي في الورشه لوحدي وتمشي. الله بقى، ما انا عمال اسند معاك من الصبح لحد دراعي ما اتملخ، مش عارف اكتب يا اخي. انت ايه ما بتتعبش؟ اتعب ده ايه؟ انت بتتعب من الكتابه والتاليف ووجع الدماغ اللي مش جايب ثمنه ده؟ لا طبعا. ولا انا. ما تنساش كمان ان علينا ديون لازم نخلصها. خليك انت بس في الاداره. غلبتني يا اسطى. طب قول لي بقى، خلصت مطور الفيات الحمراء دي؟ ايه اللي خلصته؟ ده بقى مطور نفاسه، اسم الله، والعفشه جديده واخر منجاها، والدبرياش كله اخر الاجه، نمره 1 اكسترا. يا عيني يا عفارم عليك يا واد يا ابو قت تلف في حرير. ولسه انت شفت حاجه؟ كل العربيات المركونه دي وغلاوتك مش هتمشي على الارض، ده هتطير. ايوه، خلي شركات الطيران بقى تطالبنا بتعويض. ده شغل ما تفهموش انت يا ابو الافكار. قول لي، نعم، انت كنت فين الساعتين اللي فاتوا دول؟ كلام في سرك. كنت عند الناشر اللي هينشر الكتاب بتاعي. تاني ناشر ايه يا اخي؟ هو ده وقته؟ دي بقى الحاجات اللي ما تفهمهاش انت، خليك في الزيت والمفكات بتاعتك. وهو الناشر ده ملقاش غيرك عشان ينشر لك رواياتك؟ ده هتبقى رواية العمر، رواية حقيقية من صميم الواقع. ده بقى مش عارف يقول لي ايه بعد ما قرا الكام فصل دول اللي كتبتهم. اي على فكرة ايه؟ كتب معايا عقد. عقد؟ ايوه. بتقول كتبت عقد؟ ايوه. حلاوتك يا ابو الشوق، حلاوتك. ايوه كده، اهي كده الاصول. يا سلام يا ابو الشوق، فرحتني بالاخبار الحلوه دي. على الاقل بقى نسيب الاوضه اللي مفندقه ومفتحه علينا من كل حته، اللي عامله زي التلاجه دي. اوضه ايه وتلاجه ايه يا جاهل؟ الله، انت مش بتقول كتبت عقد شقه؟ عقد الروايه بتاعتي، عقد التاليف يا ابو مخ كله شحم، عقد النشر يا ابو تروس وصواميل مفككه. عقد ايه وروايه ايه؟ ايه الهباب اللي انت بتقوله ده؟ هباب؟ اهو اداني العربون اهو 500 جنيه حته واحده. شايف؟ مطع نظرك بقى يا اخويا، ادعى للعبقريه اللي انت مش عارف قيمتها. وبعدين يا حاج درويش؟ وبعدين ايه يا فردوس؟ وانا بايدي اعمل حاجه؟ بايدك ايه يعني يا راجل؟ يا راجل اتلحلح، كلمه. الله، يعني عايز انا اعمل ايه؟ هما الاتنين مش كتبوا كتابهم على ايوه، بس ده كان من كام شهر. هنفضل بقى ساكتين وحاطين ايدينا في ميه بارده؟ يعني قول له يا شوقي،
تعالى اتجوز بنتي، ما هو ده كلام برضه يا فردوس. امال هنسكت لما يتلموا على الجدعين ويلهفوا منهم القرشين؟ قرشين ايه قرشين ايه يا فردوس؟ هما لسه حتى قبض ابيض ولا احمر. المهم البنات تكون في بيوتهم قبل ما يقبضوا يا راجل. ربنا يسهل يا فردوس. تكلمهم. انا امال انا انت تاخد شحاته وتروح لهم. تعرفوا شغلكم معاهم. ايوه يا فردوس، بس يعني انا شايف ايه يا راجل؟ يا راجل اتلحلح انت وهو، ولا العرسان تطير من ايدينا. اما اقوم اروح لشحاته اشوف. بقول لكم ايه، هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. طبعا. ولا ايه يا جماعه؟ تمام يا حاج، عداك العيب. واللي كسف ولا مؤاخذه من بنت عمه. مظبوط نخش يا حاج درويش في الموضوع. هم كلمتين جايين نتفاهم فيهم معاكم انا والحاج درويش. اتفضلوا يعني اللي انتوا عايزينه. شوف يا عم شحاته، احنا من ايدكم دي لايدكم دي، احنا تحت امركم. عايزين فلوسكم. يا سلام يا سليم يا ابني، هو في بينا فلوس؟ فلوس ايه بقى؟ هنهز طن على مبلغ هايف واحنا اهل ونسايب. امال الكلمتين ايه بالظبط؟ يخلصكم يعني كده البنتين يقعدوا راكدين، لا مؤاخذة يعني طايحين في الهوا. احنا مش كاتبين الكتاب على سنة الله ورسوله؟ ما قلناش حاجة يا سسليم، بس الموضوع طول حبتين واتفقنا كان على 2 3 بالكتير. يا حاج درويش بقى ده كلام برضه، مش لما نوضب نفسنا يعني، هو الجواز كالفتى يا شوا افندي. احنا مش ناقصنا حاجة. الشقتين فاضيين هنا في البيت. والعفش بيجي حالا. يبقى ايه بقى اللي ناقص؟ الله الله الله، احنا دخلنا بقى في شغلانة البيت والعفش. طب مين بقى اللي هيدفع التكاليف دي كلها؟ مفيش حد هيتحملها غريب عنكم، انا رقبتي سدادة. لا كله قلة ده. لا ليه بقى؟ يا سيدي اعتبروها سلفة لغاية ما سيما فندي اقباضهم. لا في عرضك كفاية سلف. يبقى انتوا بتعتبرونا اغراب مش ارجوكم يا جماعة افهمونا. بقول لكم بالعربي كده، الجوازة دي بدون مقاطعة مش هتتم الا بعد ما ينحل موضوع معين في مخي. موضوع كبير قوي يا جماعة. الله جرى ايه يا سليم؟ من فضلك يا شوقي، انا مصمم وده رأيي ومصمم عليه. ليه؟ في ايه يا جدعان؟ يظهر بقى انهم مصممين يخبوا علينا. مش مستأمنين على سرهم. لا ولا سر ولا حاجة، هو سليم يعني بيكون شركة هيقول لكم عليها لما تتم، وان شاء الله يعني وافقتوا يا مرحب، ما وافقتوش يبقى بقى على كيف. يبقى بقى ايه؟ ولو ايه علاقة الشركة دي بالجواز؟ بكرة تعرف يا حاج. هو يا اخوانا الواحد ضمن عمره؟ مش جايز الشركة ما تنجحش. الله لا يقدر، ان شاء الله هتنجح. يبقى ساعتها يا حاج نقول لبعضنا مبروك. وساعتها دي بقى امتى؟ بدون مقاطعة كده نقدر نقول بعد شهر من النهاردة، يعني بإذن 1 أحد زي النهاردة بالظبط الشهر الجاي. ماشي يا سليم بيه، وانا موافق. نستأجز. وده معقول برضو؟ ما يصحش يا جماعة، الشاي لسه ما شربش. الحقيقة يا جماعة الكلام خدنا ونسينا الشاي. عفونا منه بقى، هو احنا اغراب؟ يلا يا شحات مع ألف سلامة. انتوا شرفتم. وحشتيني يا سوسو. وانت حد بيتلم عليك دلوقتي؟ من يوم حكاية الورشة اللي فتحتها وانتوا غطسانين طول النهار انت وسليم. ده حتى عواطف اشتكت لي انها ما بتشوفش سليم خالص. يعني يا سلوى هنعمل ايه؟ مش كل ده عشانكم؟ ايوه انا فاهمة، بس يعني تدونا من وقتكم شوية. انا كل ليكي يا حياتي. لا يا اخويا، انا ما بقتش اكل من الكلام ده. امال دلوقتي بتاكلي ايه؟ يا اخي هو انت ما حلتكش غير الهزار؟ لا بس انا ماشي على المثل اللي بيقول ساعة لقلبك وساعة لربك يا روح قلبي. هو لحد امتى بس؟ خلاص هانت يا روحي، لحد بكره بس. اشمعنى يعني؟ عشان احنا موعدين الجامعة بكره ان شاء الله، واتفقت انا وسليم اننا نصارحهم بالحقيقة في الميعاد ده ونخلص الموضوع المتعلق ده بقى. يا خبر، انا خايفة قوي يا شاوي. ولا يهمك، هيحصل ايه يعني؟ هيموتوني، انا فداك يا روحي، على الاقل هبقى شهيد الحب والغرام. انت عمال تهزر كده على طول ومش دريان بالورطه دي. تخيلي بأمك الست فردوس لما تسمع ان مفيش ورث ولا حاجه وان الحكايه كلها من اصلها كدبه، عملناها انا وسليم. يا نهارك زي بعضه. عمّا. بتقول ايه يا شوقي؟ اسطى. يا لهوي، مفيش ورث وكل ده كان كدبه. نهاركوا زي وشكوا يا حاج درويش.
يا لهوي يا معلم شحاته اديله. الحقوني يا ناس، الحقوني يا خلقهم. اهلا 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 وسهلا استاذ منصور. اتفضل اتفضل يا استاذ منصور، اتفضل. يا جماعه الاستاذ منصور صاحب اكبر دار للنشر. اهلا وسهلا. اتفضل يا اخ. اهلا وسهلا. اهلا بيكم يا جماعه. يظهر اني جيت في وقت غير مناسب. بالعكس يا استاذ منصور، اعرفك الاول بالموجودين. الحاج درويش، ايوه، والمعلم شحاته والست بتاعته، اهلا اهلا. والست فردوس، اهلا وسهلا. والمعلم دعبس، مرحب. سلوى، ودي طبعا عواطف. الله، هم دول اللي طبعا طبعا تمام كده. وده صديقي واخويا سليم قاسم العنتبلي، طبعا معروف. طبعا سعاده المليونير المشهور. نعم. مليونير؟ الله جري يا جدعان، مليونير ايه؟ انتوا هتلخبطونا تاني. ايه؟ مين ده يا شوقي؟ يعرفني منين؟ وايه حكايه مليونير دي؟ بعدين يا سليم. ودلوقتي يا جماعة استعدوا للمفاجأة. اهو احنا بقى عايزين المفاجأة دي. يا جماعة بكل الهدوء والبساطة، لا مؤاخذة يا جماعة، يعني ما فيش ورث ولا حاجة. مفيش ايه؟ يبقى نهايتكم على ايديا ان شاء الله. ده انا ما يكفينيش اصف دمكم وعبيه في ازايز ابيعها بلا عافيه في القهوه. ودي اخرتها اتخرب بيتنا يا مسلوى. لو غلاوتك عندي ده يبقى علينا وعلى اعدائنا بقى. يا جماعه الظاهر ان دي حاجه عائليه، اسمحوا لي استاذن. استنى يا استاذ منصور. يعني ايه بقى؟ اتخرب بيتنا، ضاع شقاق. بس انت وهو قول لهم على الحقيقة يا شوقي، كل واحد لازم يعرف. سليم أرجوك كفاية كده، مش معقول. الله 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 الله، ده زي ما يكون البنات فاهمين وعارفين. وراسين على الدور كله ومتفقين لا معاه. لا بقى، لا دي شغلتكم انتوا بقى بلا عافيه مع بناتكم، انما انا لازم اخد حقي منهم. كده يا مقصوفة الرقبة تتفقي مع النصابين دول على ابوكي. من فضلك كفايه كده. كفايه، وفلوسنا اللي نهبتوها، وراس مالنا اللي لا مؤاخذه شفطوه، والشقانة اللي اكلتوه، كل ده هيروح هدر. هو كل واحد فيكم ما بيفكرش الا في الفلوس، الفلوس وبس. امال لا مؤاخذة كده هنفكر في ايه؟ في راحة بالكم؟ ولا يعني بلا عافيه في سواد عينيكم يا نصابين الله يا الله نور الله يا اونطجيه يا بتوع التلات ورقات. انا المعلم دعبس على سن ورمح، يجوا شويه عيال زيكم انتوا يلعبوا بيا الكوره يا اخي ده. اسمع، احترم نفسك يا اخي دعبس. بقول لك ايه، التفاهم مش كده. اخس اخصى عليك. اخس عليكم من دون الناس. اولادي دلوقتي للناس. بنتي اتجوزت نصاب، ضلالي، حرامي. يا ملك بختك يا بنتي. الله، جرايه يا ماما مال. عموما يا جماعة كل واحد يقول قدام الأستاذ منصور هو دفع كام بالظبط. هو الاستاذ لا مؤاخذه اللي جاي يسدد ديون؟ ايوه. ما تاخذناش يا اخ، اللي ما يعرفوا يجهلوا. انا بقى بلا عافيه ليا زي كل واحد فيهم 500 جنيه بالتمام والكمال. ده كمان غير الديون القديمة بقى. احنا بس نتلايم على فلوسنا ومش عايزين حاجة بعد خلاص كده. خلاص يا اخويا، انت وهو كل واحد بقى يمد ايده وياخد ظرف من دول. كل واحد هيلاقي في الظرف اللي معاه المبلغ اللي دفعه. هيلاقي المبلغ اللي دفعه وزيادة كمان. زيادة كل الديون اللي فاتت، وفوقهم كمان مبلغ كبير زيادة عن حقه. اتفضل يا حاج. الله الله، اتفضل يا معلم. ده كلام جاد. اتفضل يا اخويا. كل واحد فيكم يمد ايده. اللهم صل على النبي. انا في حلم ولا في علم يا جدعان؟ لا 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 لا، دي ولا روايات السيما. ايه ده؟ دي مبحبحه على الاخر. لا لا لا، ايه كل الفلوس دي؟ شوف يا اخويا والنبي انا زي كده ما اكون مش فاهمه حاجه. صبركم شوية، كل شيء هيبان دلوقتي. شايفة يا ماما؟ شايفة الفلوس دي كلها علشان تتأكدوا إنهم مش نصابين. اظن بقى كل واحد فيكم دلوقتي بعد ما شاف الفلوس
هديت اعصابه واستريحت. يا سلام يا جدعان، اخر هداوه. الله الله، منظر الفلوس يشرح القلب الحزين. اشبع يا سيدي اشبع. كل واحد فيكم للاسف كان جاي هنا وقلبه مليان بالشر. الطمع عماكم خلاكم تنسوا الجيره والنسب. كل واحد فيكم لما مسك الفلوس في ايديه التكشيره راحت وبقينا حبايب. ولا ايه يا معلم شحاته؟ وهي بقى فيها معلمة؟ ده انتوا بعترتوا المعلمة خالص. الحكاية وما فيها يا معلم شحاتة، وبمنتهى البساطة كده، ان ظروفنا كانت صعبة وكان يلزمنا رأس مال نعمل بيه مشروع كبير. لو كنا طلبنا منكم الفلوس دي من غير إشاعة ولا حتى كذبة كنتم طبعا رفضتم، لكن للأسف الكذبة اللي اخترعناها كان قصدنا كله منها اننا نسكتكم شوية عن مطالبتنا بالديون عشان قدمتوا لنا راس المال بإرادتكم وبرغبتكم. وطبعا الحكاية دي يا جماعة ما كانتش مساعدة منكم أبدا، دي كانت فرش لغاية ما سليم يقبض الملايين. لكن احنا مش نصابين زي ما انتوا فاكرين، احنا ناس شرفة، ناس ولاد أصول. احنا استثمرنا فلوسكم في مشروع ناجح، وادي كل اللي حصل. ادي عقد شركة في المشروع لكل واحد فيكم، يعني فلوسكم معاكم على داير مليم، وفوق كل ده اصبحتم شركة في مشروع ناجح، ولسه هيدر لكم ايراد يومي محترم. هايل هايل يا استاذ سليم، هايل. دي هترج الدنيا. كملها يا استاذ شوقي بسرعة ارجوك. لا يا استاذ منصور، انا اسف. انا صحيح كنت منتظر الفرصة دي طول عمري، لكن لما رجعت نفسي لقيت ان مش انا اللي افضح اهل حتتي وجيراني وناسي عشان شهرة ومجد ولا حتى مليون جنيه. اتفضل العربون اهو. يا سلام يا سلام يا استاذ شوقي، صحيح صحيح انت انسان كبير. الادب مش مجرد شهرة ومجد، بالعكس ده اخلاق والتزام وشرف. انا سعيد جدا اني اتعرفت بيكم. خلي العربون في جيبك وانا منتظر قصة تانية للنشر. اشكركم يا جماعة، عن اذنكم. لا انا بقى لا مؤاخذة مش فاهم ايتها حاجة. بلا عافية بقى يا معلم دعبس. لو الناس كلها تعاونوا مع بعض وكان بينهم الخير والحب المركب هتمشي. عمر الفلوس ما بتخلق ناس، بالعكس الناس هي اللي بالعرق والجهد المخلص هي اللي بتخلق الفلوس. يا سلام يا استاذ شوقي، يا سلام يا استاذ سليم. انا في نص هدومي، انا مش عارف اقول ايه. ولا تقول يا ده حاجة، تعمل زي نستاجز ونسيب العرايس مع عرسانهم. مش صح برضه يا جماعة؟ تمام كده يا اخويا، وعلى رأي المثل قال العروسة للعريس والجاري للمتاعيس. كنتم مع حكايتهم حكاية. اشترك بالتمثيل عبد الوهاب خليل، عايدة الشريف، رؤية أحمد، فاروق يوسف، عادل الطبجي، اعتدال المصري، أحمد إسماعيل، سعيد حسن، إبراهيم كمال. الهندسة الإذاعية قطب محمود، محمد أبو طالب. المخرج المساعد عادل شحاتة. تأليف كامل محمود كامل. إخراج محمد مشعل.